يلا يا حبيبة قلبي نسميه بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل ايه يا شهرزاد؟ هنعمل أكلة. يلا بس نخش ونشوف هنعمل ايه. ركزي معايا يا حبيبة أختك عشان هنعمل أكلة النهاردة. اللهم بارك. بوم البوم. جبنا طبعا بصلتين حلوين كده ولاد ناس، وجبنا المبشرة اللي هي انعم وش فيها. عايزين نخلي البصلة دي زي المية. تمام. اللي هي ايه، البصل ناعمة جدا جدا زي ما انتم شايفين زي المية كده. المهم انا عايزة ابدأ الكلام الاول واشكر حبايبي واخواتي بره مصر وجوه مصر اللي واقفين جنبي وبيدعموني. ربنا يخليكم ليا يا احلى اخوات في الدنيا، ودايما تدنكوا في ظهري وتكبروني وتعلوني بعد ربنا. حبايب قلبي، بشرنا البصلتين زي ما انتم شايفين، خليناهم عبارة عن مية، البصل مية كده زي ما انتم شايفين. ورحنا جايبين ايه، شوية نص معلقة كمون ونص معلقة فلفل اسود فقط لا غير. وغسلنا البانيه بتاعنا غسلة بنت ناس كده بليمونة، ونضفناه ونشفناه من المية خالص. وجبنا بقى التتبيلة اللي انتم شايفينها دي هنغمس بيها شرايح البانيه زي ما انتم شايفين كده. حطي حبه كده يا قلب اختك وغمسيه كده، وهاتي التانية غمسيها واحده ورا التانية كده، واحده ورا التانية لحد ما تلاقي نفسك خلصتي الكميه. حلو كده يا حلوين، صلوا على النبي واوعوا تنسوا اللايك لاختكم وتفعلوا زر الجرس والكومنت الحلو لاختكم اللي بيشجعها ويديها ايه، ويديها طاقة ايجابية تعمل لكم كل حاجة حلوة يا اخواتي. خلصنا البانيه بتاعنا وتبلناه التتبيلة المظبوطة وركناه شوية عشان يتبل. وجبنا بعد كده بقى ايه السلطة الخضراء بتاعتنا المنعنعة اللي انتوا شايفينها دي. عبارة عن ايه السلطة يا شهرزاد؟ عبارة عن خيار وجزر وطماطم وبقدونس وجرجير وليمون وفلفل. طبعا انت هتشوفوا كل الخضار دلوقتي هنحط في السلطة. تمام، ركزوا معايا يا حلوين، شوية سلطة. اللهم بارك، طبق سلطة كان تحفة. تاكليه كده يا حبيبه اختك تحس انك انت ايه بتاكلي كده وتمزمزي. مزمزي ايه مزمزه دي يا شهرزاد؟ ركزي يا شهرزاد ركزي. المهم جيت يا قلب اختك جبت الخضار زي ما انت شايفاه كده كله هخرطه وهعمل ايه طبق السلطه المعتبر. تمام. يلا بقى نصلي على الرسول يا حبايب قلبي، اوعى تنسوا اللايك لاختكم بالله عليكم. حبايب قلبي ربنا يخليكم ليا ويدومكم عليا يا حبايبي، واشوفكم كده دايما معايا ومكبرين. بصوا بقى جبت الجرجير بقى وجبت البقدونس وجبت كل حاجة زي ما انتوا شايفين. وهنعمل دلوقتي شوية بانيه وشوية مكرونة وايه تاني يا شهرزاد، وطبق السلطة اللي يخش على قلبك كده يا حبيبة اختك. ايه مش قادرة اقولك على طعمه. المهم ايه، انت هتستفادي كتير دلوقتي وركزي معايا لان انا عملت تتبيلة البانيه دي اول واحدة تعملها على اليوتيوب. تمام. ولا حطينا بهارات كتير ولا عملنا اي افتكاسات. تمام. هو جبنا يا دوبك شويه الفلفل الاسود والكمون وبشرنا البصلايه بشره ناعمه لدرجه ان البصله كانت عباره عن ايه يا حلوه انت وهي، عن ميه كده خالص. وجبنا طبعا القوطه بتاعتنا بعد ما خلصنا الخضار اللي احنا قلنا عليه، خرطناها كلها وقطعناها كده تقطيع ناعم كله. طبق السلطه ده يا جماعه لازما على كل سفرة لازم يتحط، لان طبق السلطة ده بصراحة انا باكل السلطة قبل ما اكل الاكل. بصوا عامل ازاي، اللهم بارك بالف هنا وشفا للي كان. وجبنا طبعا ايه الحلة بتاعتنا كانت غلت، وجبنا 3 اكياس مكرونة كده زقناهم في قلب المية وهنسلقها دلوقتي يا حبايبي. وهنعمل ايه يا شهرزاد؟ هنعمل شوية مكرونة حاجة كده اللهم بارك. طبعا كده اديناها ايه نص سلقة. وهنشيل دلوقتي المكرونة نصفيها وهنرجع لكم تاني ايه بالحلة وهي نفس الحلة. حطيناها على الولعة وحطينا فيها حوالي نص كوباية زيت، ونزلت بمعلقة توم بنت ناس. هتقولي لي ليه يا شهرزاد توم مخرطتيش بصل ليه؟ هقول لكم علشان دي فكرة جديدة جت في دماغي. لازم اعمل المكرونة النهاردة بالتوم، مش هحط ولا بصل ولا اي حاجة. هو بس راس التوم اللي انا قشرتها وخرطتها وقلتها زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، كانت ريحه البيت مقلبه والله العظيم. ريحه البيت كانت جايبه اخر الشارع من ايه، من تقليه التوم. قلينا التوم ونزلنا على بشفشق الطماطم وحطينا شويه سلطه ايه يا شهرزاد ركزي. حطينا شويه معجون صلصه
على الطماطم عشان تدينا ايه اللون الاحمر اللي هو ايه اللي يعجبكم يا حلوين. وطبعا البانيه بتاعنا كان اتبل، رحنا راجعين له تاني بعد ما عملنا الصلصه. ورحت جايباه، ورحت جايبه 3 بيضات، ورحت حاطه شويه فلفل اسود على 3 بيضات، ونزلت على قلب البانيه بتاعي زي ما انتم شايفين بالبيض. عشان هنعمل ايه دلوقتي يا حلوين؟ هنجيب بقى دلوقتي خلطه، اللهم بارك، خلطه كده لتتبيله البانيه اللي احنا هنغمسها بيها عشان نقلي. بصراحه مش قادره اقول لكم، فيجيتار خلطه الراجل عملها لي، والله ما بكذب عليكم. في واحد عندنا فاتح سوبر ماركت كده قال لي انا هعمل لك خلطه النهارده هتعملي بقى البانيه هتاكلي صوابعك وراه. عمل لي كذا فيجيتار، كذا نوع، مش نوع واحد بس، عمل لي ميكس كده، ميكس كان بس بصراحه كنت باكل القرمشه بتاعه البانيه قبل البانيه نفسه. تمام. وغمست كل البانيه زي ما انتم شايفين كده يا حلوين بالخلطه، ورحت راجعه تاني للطاسه بتاعتي جبتها، حطيت فيها زيت، وحطيت زيت ايه غزير شويه زي ما انتم شايفين كده يا حلوين. ونزلت بالبانيه بتاعي قبل ما يكون الطاسه تسخن قوي، يا دوبك نص يعني ايدك تطيق كده تحطي فيها البانيه، مش تكون سخنه قوي قوي عشان ما يتشعفش مننا البانيه بتاعنا. ورحت جايه زي ما انتم شايفين حطيت الطاسه وحطيت فيها البانيه. وقولوا معايا بقى يا حلوين صلوا على النبي، واللي وصل لحد هنا مع شهرزاد يقول لها يتابعها من انهي بلد، ويكتب لها كومنت حلو كده لاخته او اختها. ربنا يخليكم ليا يا احلى اخوات، كل ما بشوف كومنتاتكم قلبي كده بيبقى فرحان. ربنا يخليكم ليا ويدومكم عليا يا حبايب قلبي، وربنا يخليكم ليا ودايما كده في ظهري وتكبروني واشوفكم دايما معايا. ونزلنا طبعا ايه بالرصه التانية، احنا طلعنا ايه الاولانيه وجينا طبعا غرفنا الاكل زي ما انتم شايفين. والله ما بكذب عليكم يا جماعه، الاكل كان ريحته قلبه البيت كله. الكل نزل قال لي ايه، طبعا كنت عازمه بنت اختي في الفيديو دون، كنت عامله لها الاكل دون، جت عليا كده على سهوه وقمت عملت اكل سريع بسرعه كده، وقلت لها لازم تتغدي معايا، وقعدت تتغدى معايا، والاكل كان تحفه وبالف هنا وشفا لاولادها ولنا ولها. كلنا اللقمه دي وكانت ايه جميله جدا. وده يا حبايب قلبي كان شكل اكل النهائي. واوعوا تنسولي بالكومنت والسبسكرايب والكومنت الحلو يا حبايبي، واشوفكم على خير يا احلى اخوات.